ميسي والعصابة القوة الضاربة لفريق انتر ميامي اللي هيواجه النادي الاهلي في اولى مبارياته في كاس العالم. ناس كتير جدا معتقدة ان القوة الضاربة في انتر ميامي ميسي، سواريز، بوسكيتس، جوردي ألبا، اللعيبة اللي لها اسماء كبيرة واللي عملوا مسيرة عظيمة في اوروبا. ولكن الموضوع مش منحصر هنا، لان في اكتر من لاعب واكتر من عنصر بيمثلوا قوة كبيرة جدا لإنتر ميامي الموسم الحالي لازم نتكلم عنهم. علشان كده حلقتنا النهاردة عن أقوى العناصر في إنتر ميامي اللي لازم النادي الأهلي ياخد باله منهم كويس جدا. فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك، ويلا بينا يا صديقي نبدأ الحلقة. بص يا سيدي، رغم الأهمية الكبيرة جدا لميسي وسواريز في فريق انتر ميامي، ولكن سواريز مش هداف الفريق وميسي مش أكتر لاعب صانع أهداف. علشان كده في أكتر من عنصر لازم نتكلم عنهم، بس أكيد رقم واحد ليونيل ميسي. ميسي اللي الكل بيتحرك حواليه، الكل بيدور حسب اتجاهات ميسي. ميسي اللي هتلاقيه في أحيان كتير واقف مش بيتحرك، بيتمشى حرفيا في الملعب، بس لما يستلم الكورة الموضوع بيتغير 180 درجة، لان في 10 لاعبين في الملعب بما فيهم الحارس بيفكر يوصل الكرة لليونيل ميسي ازاي. وبعد ما يستلم الموضوع بيكون خطير جدا، لان جودة المراوغة والباص والتسديد ده ميسي برضه، فلازم ناخد بالنا كويس جدا. على مستوى الموسم الحالي ليونيل ميسي هو هداف الفريق، سجل 10 اهداف وصنع 5. الكل مقتنع ان رقم 2 هو لويس سواريز، بس انا بقول لك لا، رقم 2 في الفريق مش سواريز ولا حتى رقم 3 بالنسبه له. ولكن خلينا نتكلم عن اللاعب رقم 2 من حيث الاهميه في انتر ميامي، وهو اللاعب كاديو أليندي. ده لاعب ارجنتيني معار من سيلتا فيجو الاسباني، بيلعب وينج رايت، لاعب حريف جدا، كورته عاليه، مسدد ممتاز برجله اليمين والشمال على المرمى، لاعب بيقدم مردود قوي جدا مع انتر ميامي في الموسم الحالي، وفاز بجائزه افضل لاعب في المباراه اكتر من مره في دوري MLS، وكان بيقدم او مازال بيقدم مستوى هايل الحقيقه. إليندي حتى الان سجل 6 اهداف وصنع هدفين في 13 مباراه، وهو اللاعب اللي بيلعب في اكتر من مكان، بيلعب وينج رايت، مهاجم في بعض الاحيان، تحركاته وادواره في الملعب خطيره جدا، لاعب امكانياته عاليه، ولاعب يقدر يشكل خطوره قدام النادي الاهلي سواء بالمواجهه الفرديه واحد على واحد، لانه لاعب حريف جدا، لاعب عنده تكمله هايله داخل منطقه الجزاء، فلازم ناخد بالنا منه كويس جدا، لانه رغم انه بيلعب في دوري مش قوي ولكن بيقدر يصدر ازعاج لاي خط دفاع، وامكانياته واضحه وقدامك اهو، لاعب فعلا ممتاز على ابعد مدى. نيجي للاعب رقم 3 من حيث الارقام، هو لويس سواريز. مش هو المهاجم السوبر اللي كان موجود في برشلونه او حتى في الفتره الاخيره مع اتلتيكو مدريد، مجهوده البدني مش افضل حاجه، تحركاته بالكوره تقيله بعض الشيء، فهو مش نفس الكواليتي اللي كان مكسر الدنيا في اوروبا وكان بيقدم ارقام غريبه. سواريز كمهاجم وبروفايل مرعب، ولكن على مستوى الموسم الحالي مش هو اللاعب اللي احنا نعرفه. ورغم ذلك سواريز الموسم الحالي مقدم مستوى جيد جدا مع ميامي، سجل 5 وصنع 7، وهو اكتر لاعب صنع اهداف، ولكن مجهوده كله منحصر على 10 15 متر داخل منطقه الجزاء، هو اللي بيشكل فيهم خطوره. فهو مش اللاعب اللي هيستلم خارج منطقه الجزاء ويتحرك ويدور الكره والكلام ده ويطلع ويستلم ويسلم الاجنحه، مش سواريز تماما الموسم ده. ولكن هو اللاعب اللي لو استلم الكره داخل منطقه الجزاء في مساحه صغيره بينه وبين الحارس هيقدر يسجل عادي جدا، ومهاجم مازال هداف ومازالت قدراته التهديفيه عاليه، فلازم ناخد بالنا منه كويس جدا. لويس سواريز مهاجم قناص، ولكن مش بنفس الكواليتي او المستوى اللي كان بيقدمه مع برشلونه او حتى مع اتلتيكو مدريد. رقم 4 ولا بوسكيتس ولا جوردي ألبا. ممكن ناس تستغرب شويه، ولكن رقم 4 هو اللاعب كلاسيكو سلوفيا. ده لاعب فنزويلي دولي، لاعب مميز جدا، 22 سنه، بيقدم مستويات هايله في نص الملعب مع انتر ميامي، بياخد ادوار مرتبه كتير، لاعب يقدر يلعب جناح شمال، جناح يمين، وبلاي ميكر، وبيقدر يلعب مهاجم تاني في بعض الاحيان. التنوع اللي عنده رهيب، يعني لعب 16 مباراه في الدوري، قدر يسجل 4 اهداف وصنع 3، وهو لاعب صغير في السن، مجهوده كبير، مجهوده وافر جدا في الملعب، ومقدم اضافه كبيره لفريق انتر ميامي من وقت انتقاله في الميركاتو اللي فات. لاعب تحركاته من غير كره هايله، لاعب تكتيكيا عالي جدا، لاعب مسدد ممتاز على المرمى، رجله تقيله، بيقدر يعمل التكمله داخل منطقه الجزاء، تحركاته ما بين الخطوط قويه جدا، فلازم ناخد بالنا كويس جدا منه لانه لاعب صغير في السن، وزي ما قلت لك مجهوده كبير في الملعب وبيلعب اكتر من دور، وفي اي لحظه ممكن يشكل خطوره. عندهم بقى حته صغيره كده بيقولوا عليه مستقبل الفريق واللاعب اللي هيكون جوهره واللي هيكسر الدنيا مع منتخب امريكا، هو اصوله ايطاليه، ولكن هو لاعب في خط الوسط ممتاز جدا، وقيمته التسويقيه 5 مليون يورو، وعنده 20 سنه فقط.
مين هو اللاعب ده؟ اللاعب ده هو بينيا كريماسكي، ده لاعب ايطالي الاصل ولكن امريكي الجنسيه وبيلعب لمنتخب امريكا، لاعب خط وسط شارك مع انتر ميامي الموسم الحالي 13 مباراه، قدر يسجل هدف وصنع هدفين، ولكن الفتره الاخيره ماسكرانو بيشارك اللاعب ده كاساسي وهو فعلا موهبه ممتازه، لاعب كويس جدا، دقه الباص عنده عاليه، عنده استكشاف جيد للمساحات، تحركاته بالكره هايله، الدريبل بتاعه مش ضعيف، دريبل جيد جدا، فلازم ناخد بالنا منه كويس جدا لانه لاعب زي ما قلت لك صغير في السن، والناس كلها مركزه مع ميسي، جوردي ألبا، بوسكيتس، الناس دي بيقولوا عليها لعيبه كبيره، وطبعا لعيبه كبيره عملوا تاريخ، بس انت لازم تركز مع اللعيبه اللي عندها دوافع كبيره زي اللاعب اللي انا بتكلم عنه دلوقتي كريماسكي، اللاعب الاصل ايطالي ولكن جنسيته امريكي ومتالق جدا مع انتر ميامي في اخر فتره وبيلعب بشكل اساسي مع ماسكرانا. وصولا بقى للثنائي اللي عملوا تاريخ كبير جدا مع برشلونه، الاول سيرجيو بوسكيتس، العقل المدبر في نص الملعب واللاعب اللي طبعا عارفين جودته وامكانياته، ورغم وصوله لل 36 سنه ولكن هو حتى الان بيقدم مستوى هايل في الملعب، شارك الموسم الحالي مع ميامي في الدوري في 15 مباراه وقدر يصنع 3 اهداف، وهو لاعب مؤثر جدا مع الفريق، بيشارك بشكل اساسي، لاعب بيقدم مردود قوي جدا حتى الان، ولكن بالمقارنه مع الدوريات الخمسه الكبرى او دوريات اوروبا بشكل عام فالموضوع بعيد، بس انت بتتكلم على دوري امريكي، بوسكيتس بيقدم مستوى هايل مع انتر ميامي في الموسم الحالي، واضافه عظيمه فعلا، وهو العقل المدبر في خط الوسط زي ما كان موجود في برشلونه، موجود في انتر ميامي، هو اللي بيخرج بالكوره، هو اللي عنده جوده باص عاليه جدا، عنده تدوير لعب واستكشاف جيد للمساحات. بوسكيتس جودة محترمة لازم تاخد بالك كويس جدا منها حتى لو وصل ل 36 سنة وبيلعب في دوري ضعيف. أما بقى عن جوردي ألبا فهو مهم جدا في طريقة لعب ماسكرانو، لاعب تقدر تقول عليه بلاي ميكر، الظاهر اللي دايما بيخش لقلب الملعب ويشكل خطورة بتحركاته ما بين الخطوط والتكملة داخل الصندوق، والموسم الحالي في الدوري لعب 14 مباراة وقدر يصنع 4 أهداف، وهو لاعب مهم جدا في طريقه لعب ماسكرانو، وفعلا جوردي ألبا لسه برضه واقف على رجله وبيقدم مستوى جيد، فاحنا بنتكلم دلوقتي عن 7 لاعبين، اهم 7 لاعبين في انتر ميامي، اتكلمنا عن افراد محدش بيتكلم عنهم بشكل كبير فلازم ناخد بالنا كويس جدا منهم، هم ما عملوش تدعيمات حتى الان، مش عارف هل هيكون في تدعيمات قويه الفتره اللي جايه او الكام يوم الجايين محدش عارف، ولكن انا دلوقتي عرفتك ابرز العناصر في السكواد الحالي واللي يقدروا يشكلوا خطوره قدام النادي الاهلي ولازم ناخد بالنا منهم كويس جدا. مش بقول لك ان انتر ميامي مان سيتي ولا ريال مدريد ولا الفرق الكبيره في اوروبا، هو فريق يقدر النادي الاهلي يفوز عليه، بس علشان تتفوق على اي فريق في الملعب بغض النظر هو عامل ازاي مستواه وبيلعب في دوري عامل ازاي، لازم تاخد بالك من نقاط القوه والضعف واهم العناصر اللي عندهم حلول اللي يقدروا يشكلوا خطوره قدامك. فانا النهارده كلمتك عن 7 عناصر في انتر ميامي يقدروا يشكلوا خطوره قدام النادي الاهلي، لازم ناخد بالنا كويس جدا منهم. الحلقه اللي جايه هنتكلم بشكل كبير عن نقاط الضعف في انتر ميامي والثغرات اللي عندهم وطريقه لعبهم، هتتعمل في حلقه تانية، ليك عندي حلقتين كمان نتكلم فيها عن انتر ميامي والثغرات اللي عندهم ونقاط القوه والضعف وحاجات كتير جدا، فاتمنى تعمل لايك للحلقه دي علشان نوصلها لاعلى عدد من الناس لاني بقدم مجهود كبير، وشكرا انك وصلت لحد هنا، وعاوزك تقول لي في الكومنتات تحت مين افضل لاعب بتشوف انه خطر جدا على النادي الاهلي في مباراه الاهلي وميامي، وقول لي هل بتشوف ان ليونيل ميسي هيتالق ولا الاهلي يقدر يعمل مباراه كبيره ويوقف خطورته، وقول لي هل النادي الاهلي يقدر يفوز على انتر ميامي ولا انت شايف ايه. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا، واخيرا اتمنى توحد الله وتصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها سكاوت اي كيو، بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.